اهلا بيكم. النهارده جاي اقدم لكم طريقه عمل عيش بدقيق القمح الكامل، دي الحبه الكامله في البيت بطريقه سهله جدا وطعم بجد حكايه. زي ما انت شايفه العيش طالع بجد روعه. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي دقيق قمح كامل، ده الدقيق اللي انا بستعمله. محضره نص كيلو من الدقيق، حطيته في العجان، نزلت عليه بمعلقه من الخميره الفوريه ومعلقه كبيره من عسل النحل ونص معلقه صغيره من الملح. هبتدي بقى اشغل العجان، ومحضره عندي كوبايه من الميه الدافيه. هبتدي انزل بالميه شويه شويه لحد ما العجين ياخد كميه السوائل اللي محتاجها. زي ما انت شايفه بالشكل دوت، اخد بالظبط كوبايه من الميه الدافيه. بعد ما يتعجن بالشكل ده اكون محضره عندي معلقتين من زيت الزيتون او معلقتين من زيت الذره. هبتدي انزل بيهم على العجين زي ما انت شايفه بالشكل ده، واشغل العجان للمره التانية. هياخد بالظبط عجن في العجان لمدة 10 دقايق. لو بتعجني على ايدك هياخد عجن لمدة ربع ساعة. لازم تديه حقه من العجن. بعد كده جمعت العجينة وحطيتها عندي في بولة. هسيبها بقى في مكان دافي لمدة نص ساعة تختمر لحد ما حجمها يتضاعف وتبقى معايا بالشكل ده. بعد كده هجيب عندي صينية هرش عليها رشة من الردة، وهبتدي بقى اقطع العيش لكور تكون كلها في حجم واحد على حسب حجم الرغيف اللي انت عايزاه هتقطعيه زي ما انت شايفه بالشكل ده، وابتدي ارصه على الصينيه. العيش دوت مشبع جدا يا جماعه، خفيف جدا على المعده وخفيف جدا لمرضى القولون. بجد طعمه تحفه وسهل جدا في الهضم. بعد كده هسيبه يرتاح بس 10 دقايق، واجيب عندي بقى رشه من الرده، وهبتدي بقى افرد قطعه العيش بالشكل دوت. انا عايزه السمك بتاعها ما يكونش رقيق قوي ولا سميك قوي، زي ما انت شايفه بالشكل ده، علشان يرتفع معايا والرغيف ينتفخ اثناء التسويه ويكون مستوي من جوه ما يكونش معجن. طبعا معاكي قناه مطبخ فوفا، لو اول مره تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك باذن الله من وصفاتي. زي ما انت شايفه بالشكل ده هسيبه بقى يرتاح لمدة ربع ساعة، واكون محضرة عندي صينية او طاسة على النار ما تكونش بيلزق فيها الاكل. اول ما نزلت بالرغيف يا دوبك بس 3-4 ثواني واقلبه على الناحية التانية، وارجع اقلبه تاني لحد ما ينتفخ معايا ويبقى معايا بالشكل ده علشان يستوي من جوه ومن بره. زي ما انت شايفة طريقته سهلة خالص، ما بياخدش وقت خالص في التسوية. طعمه بجد بيبقى خطير يا جماعة في الاكل، مشبع جدا. لو عاملة نظام غذائي هيظبط الوزن معاكي، لان هو كله الياف وخفيف جدا على المعدة زي ما قلتلك. بصي التسوية بتاعته سهلة ازاي. انا عاملة وصفات كتير جدا بدقيق القمح الكامل موجودة على القناة. عاملة عيش فينو وكايزر، وعاملة كيكة وقراقيش وبسكوت، حاجات كتير جدا هتعجبك باذن الله لو دخلتي على القناه وشفتيها. زي ما انت شايفه بصي الرغيف انتفخ ازاي، ما شاء الله عليه، حلو قوي. هعمل بقى كل العيش اللي عندي بنفس الطريقه ديت. كل العيش عندي بينتفخ زي ما انت شايفه بالشكل ده. الرغيف خفيف جدا وطعمه بجد يا جماعه خطير. بعد ما سويت العيش كله طلعته عندي ورصيته زي ما انت شايفه بالشكل ده. اوريكي بقى الرغيف قد ايه مستوي من جوه وخفيف وطعمه بجد تحفه. بصي الرغيف يعني يتاكل كده حاف، بجد تحفه، مشبع جدا. بصي الرغيف هش جدا وخفيف مش معجن خالص. بصي رقيق قد ايه، طريقته سهله خالص. اعمليه بنفس الطريقه اللي انا قلتلك عليها، هيطلع معاكي ناجح باذن الله، وهيبقى نظام معاكي على طول. هتعمليه مش هتستغني عنه، مش هتشتري عيش من بره تاني. انت هتعمليه في البيت، ضامنه النظافه بتاعته، ضامنه ان هو دي الحبه الكامله، دي الاسمر اللي بره بيبقى مغشوش. ما تنسيش اللايك والشير علشان كل جديد يوصلك، والف هنا وشفا. سلام عليكم.